مسكينة تدعى سجا تعمل ماشطة لابنة الملك أميرة في أحد الأيام. وبينما كانت سجا تصفف شعر أميرة بمشط ذهبي، سقط المشط من يدها، فقالت بغير قصد: بسم الله. اندهشت أميرة وسألتها: أتقصدين أبي؟ فردت سجا بكل ثبات: لا، بل ربي وربك ورب أبيك هو الله. لم تصدق أميرة ما سمعت، وقررت أن تخبر والدها فرعون بما حدث. عندما علم فرعون بالأمر استشاط غضبا ونادى سجا لتمثل أمامه. سألها بصوت غليظ: يا سجا، ألك رب غيري؟ وقفت سجا بشموخ وقالت: نعم، ربي وربك هو الله. جن جنون فرعون وحاول تهديدها لتعود عن دينها، لكن قلبها كان مليئا بنور الإيمان. أراد فرعون أن يكسر إرادتها، فأمر بإحضار قدر كبير من النحاس مليء بالزيت المغلي ليخيفها به أمام أبنائها. اجتمعت الحشود في ساحة القصر، وقف يهدى بإلقاء أولادها واحدا تلو الآخر في القدر المغلي إن لم تتراجع. كانت سجا تتألم لرؤية أطفالها، لكن إيمانها بالله كان أقوى من الخوف. عندما جاء الدور على طفلها الصغير زيد، ترددت سجا قليلا، وضمت طفلها إلى صدرها بقوة، وهي تبكي من حرقة قلبها على صغيرها الذي لم يبلغ الحلم بعد. في تلك اللحظة الحرجة حدثت معجزة عظيمة. أنطق الله الرضيع زيد ليثبت قلب أمه، فقال بصوت واضح: يا أماه، اصبري فإنك على الحق. مسحت سجا دموعها وابتسمت ابتسامة الرضا، ثم طلبت من فرعون طلبا أخيرا، وهو أن يجمع عظامها وعظام أبنائها في ثوب واحد ويدفنهم معا. وافق فرعون على طلبها، ثم استودعت سجا روحها عند الله، وقفزت مع أطفالها في القدر بقلب مطمئن. مرت السنين، وفي ليلة الإسراء والمعراج، وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسري مع جبريل عليه السلام، شم رائحة طيبة جدا لم يشم مثلها قط. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فأجابه جبريل: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. لقد خلد الله ذكرها في السماء كما خلد ثباتها في الأرض، ليكون درسا لكل مؤمن في الصبر واليقين.